فيلمها بيبدأ وبيكون في عربية ماشية وبتدخل حدود دولة كولومبيا، وبيروحوا للمكان اللي هم هيقفوا فيه، وبيكون في واحد مستنيه هناك، وبيخرج يفتح على حد وبينزل واحد وبيكون اسمه كريس، وبيقول له السواق فين الفلوس، وبيكون ماسك سكينة في ايده، وبيقول له كريس ان هو دفع له قبل كده، بس بيقول له ان الاتفاق اتغير وهو عاوز فلوس اكتر. وبيكون في واحد صاحبه معاه برضه وبيتخانق معاهم وبيضربه بالسكينة في ايده، وكريس بيضربه لحد ما بيرميه على الارض وبيمسك التاني ضرب برضه. وبيكون كريس متخصص في فنون القتال، وبيروح كريس يزور قبر حد، وبيروح يراقب عربية ماشية، وبيروح ورا بنت وبنعرف ان اسمها إليسا، وبترجع إليسا بيتها وبتسلم على ابوها وبتطلع جري، بس بيقول لها ان هو عامل حفلة للشركة بتوعه وعاوزها تحضر، وبتوافق وبتقول له ان هو كده مدين ليها، وبتطلع جري على فوق. بنروح على مطعم وبيكون واحد قاعد، وبتقول له اللي شغالة هناك ان هم خلاص هيقفلوا، بس بيقول لها هي جربت الكيكة ديت قبل كده؟ قالت له ايوه، وهي بتحبها وبتاخد اللي بيبقى منها معاها البيت. وبيقول لها تانية جربتها، وبتيجي تمشي بيشد ايدها وبيقعدها معاه، وبتشوف ان عنده ايد حديد وبيشيل الايد وبيكون تحتها سكينة وبيقطع من الكيكة، وبيقول لها تاكلها وبتاكل، وبيسألها هي حلوة؟ قالت له ايوه، وبياكل منها بس بيرجع اللي كله. وبيكون في شرطية واقفة بره وبتدخل عليهم وبترفع المسدس عليه، وبتقول لها أليكس ان هو حط سكينة ببقها، وبتقول له الشرطية يخرج من هنا، وبيقوم يخرج، وبيقفلوا المحل سوا، وبتركب معاه العربية، بس بيكون وراهم وبيموت الشرطية وأليكس كمان. وبتكون إليسا في العربية، وبيروح حد يغسل الإزاز، وبيقولوا ليه انهم مش عاوزين، بس بيفضل يغسله، وبيخرج واحد ليه بس بيضربه، والتاني بيفتح الباب بس بيتضرب برضه. وبتخرج إليسا تجري، وبيضرب فيهم تاني، وبياخد العربية وبيجري ورا إليسا وبياخدها وبيدخلها شنطة العربية، وبيمشي ومش بيلحقوه. وبيكون ده كريس، وبيروح يبلغ أبوها وبيقول لهم إزاي فتحتوا الباب لحد غريب، وبيقول لهم كان مين؟ قالوا إن هم مش عارفين مين ده، كان مداري وشه وكان شكله متشرد. قال لهم يعني متشرد يضرب 2 رجالة مسلحين؟ وبيشتموا وبيضرب واحد لحد ما بيموتوا، وبيقول لهم يضربوا التاني، وبيروح يضربوا فيه، وبيبلغ كل رجالة العصابات والبلطجية، وبيقول لهم ان فيسنتي عارض مبلغ كبير للي يرجع بنته. وبتكون إليسا عمالة تخبط في الصندوق بتاع العربية وبتقول له يقف، لحد ما بيقف كريس وبيروح يخرجها، بس بتجري منه وبيجري وراها لحد ما بتقع، وبيقول لها بطل جري وتهدى، وبيقول لها تاخد ميه. قالت له لا عشان عاوز تخدرني. قال لها لا، هو مش عاوز يخدرها، هو عاوز يوريها حاجه، وبيطلع صوره بيقول لها ان هو كان يعرف امها من زمان، وبتقول له بس انت دلوقتي خاطف وحبستني في صندوق عربيه. قال لها يا لازم تثق فيه. قالت له لا. قال لها ان امها هي اللي بعتته ليها. قالت له ازاي وان امها ميته من 5 سنين؟ قال لها هو عارف اللي هي ميته بقالها فتره، بس هي خلتني اوعدها ان انا هلاقيكي وارك بعيد عن فيسنتي. بتقول له واخد كل الوقت دوت ليه؟ قال لها عشان كان محبوس وهو اسف عشان حبسها في العربيه، بس ده كان الحل الوحيد. وبيقول لها تاخد المسدس منه بس ترجع للعربيه معاه وتوجه المسدس ليه، ولو حصل اي حاجه تموته. وبتاخد المسدس وبتقول له عاوز نصدق ان في رصاص، وبتضرب بس بيكون فيه فعلا، وبيرجعوا للعربيه وبتقول له يرجعها للبيت. قال لها لا. قالت له ان هي هتموته. قال لها اكيد مش هتضربه برصاص، بس بتضغط على الزينات ومش بيكون في رصاص تاني، وبتقول له ان هو خدعها، وبتفضل تزعق معاه، والبنزين بيخلص منه وبيكونوا قريبين من بنزينه، وبيروحوا ليها، وبيقول لها ان هو مش هنا عشان يأذيها ويحط بنزين ويمشوا على طول، وبيقول لها ان هو بيراقبها. وبتلاقي اليسا في ناس كتير واقفه، وبيكون كريس بيحط بنزين، وبتخرج جري وبتقول لهم ان هو خاطفها وعاوز يموتها، وبيقول لهم ان هو مش عاوز مشاكل، بس بيهجم اول واحد عليه وبيضربه، وبيقول لهم هو مش عاوز يعمل كده، وبيدخلوا عليه كلهم وبيبدا ضرب فيهم برضه، وبيقول لهم يبعدوا، بس برضه محدش بيبعد، وبيبدا كريس ضرب فيهم كلهم ومحدش بيكون لمسه. وبتكلم اليسا ابوها وبتقول له الحقها، بس كريس بياخدها وبيقول لها ان كل اللي حصل ده بسببها، هو مش عاوز يضرب حد، وبيرجعها معاه للعربيه وبيربط ايدها وبيقول لها تهدى. بتفضل تقعد في الكرسي برجليها وبيقول لها تبطل اللي هي بتعمله ده، بس مش بترضى لحد ما بيقول لها ان هو ابوها، وبتسكت، وبتقول له ان هو كذاب وهي جعانه، ولما تبقى متوتره ومتضايقه بتجوع، ولو ما كلتش مش هتعرف تسيطر على نفسها. وبيقول لها كريس يعني انت دي قبل ما تعرفيش تسيطر على نفسك، وبياخدها وبيمشي، وحد بيكون واقف شايفهم، وبيبلغ في سنتي نيك يراعي في الجايزه، وبيروح يكلم حد، ويكون الراجل اللي ظهر في المطعم، وبيقول له نيك ان اليسا مخطوفه من الصبح ودي فرصته، وبيقفل معاه. وبيروح كريس واليسا المطعم وبتاكل، وبيقول لها كريس لازم تخلص بسرعه، وبيكون كريس بيقول لها اليسا، بس هي بتقول له ان هي اسمها اليسا، وبيقول لها تخلص بسرعه، وبتقول له ان هو حبسها في صندوق عربيه وهي جعانه والا هتصوت. وبتقول له فرضا لو اللي بتقوله ده صح كنت فين طول المده دي؟ قال لها ان هو فضل في السجن 15 سنه. قالت له يعني انت مجرم؟ قال لها لا، هم اطلقوا سراحه. وبتقول له دخلت السجن ليه واسمه ايه؟ قال لها اسمه كريس، وبتضحك ان اسم ابوها كريس، وبيشوف عقد لابساه، وبتقول له في ايه؟ قال لها ان هي بتفكر
بتفكره بامها، وبتقول له اليسا ان هي بتوحشها قوي. قال لها كريس ان فيسنتي اللي قتلها. بتقول له ان هو كذاب وهو مش هيعمل حاجه زي دي، وحد بيجي عليه وبيكونوا كتير وبيتكلم ومش بيكون كريس فاهم اي حاجه، واليسا بتترجم له وبتقول له ان هو بيقول له ان هو ممكن يقعد مكانه او يموت، وبيقول له ان الزرار بتاع الامام مقفول. وبتقول لهم اليسا، وبيجي الراجل يشوف المسدس بس كريس بيقوم يضرب فيهم وبيضرب في مجموعه منهم، والباقيين بيعروا اليسا وبيخرجوا وبيبوظوا العربيه بتاعت كريس وبيمشوا بالعربيه. وبيدخل كريس اللي ضربه وبيقول لهم واخدينها لفين، بس مش بيرضى يرد، فبياخد طفايه الحريق وبيضربوا بيها. وبيكونوا واخدين اليسا المكان زي البار، وبيطلعوا لصاحب المكان وبتقعد اليسا، وبيدي الراجل اللي شغال عنده فلوس وبيشكره، وبيقول لها ان ابوها عرض مكافاه كبيره مقابل رجوعها، هو هيسلمها ليه ولازم تتعاون معاه عشان كل حاجه تبقى سهله. وبتقول له ان هي هتكون متعاونه معاه، وبتقول له ان هي عاوزه بيتزا، وبيقول اللي عنده يجيب لها اللي هي عاوزاه. وبيقول لها ان ابوها عاوز يتاكد ان هي عايشه، وبيتصل عليه وبيخليها تكلمه، وبيتكلم معاها وبيقول لها ان هو جاي لها في الطريق. قالت له ان هي عاوزه تساله عن حاجه، وبتقول له هو انت ليك علاقه بموت امي؟ فبيسكت شويه وبيقول لها اكيد لا، هو عمل كل اللي يقدر عليه عشانها. قالت له ان هو بيقول ان هو ابويا الحقيقي، وبيقفل السكه وبيوصل حد وبيشوفوه في الكاميرات، وبيكون بيموت في كل اللي هناك، وبياخدها الراجل وبيقول لها تستخبى هنا. وبيدخل الراجل المجنون ده يموت في كل اللي هناك، ومحدش بيكون عارف يقرب عليه، وبيموت في اي حد في طريقه، وبيضرب عليه صاحب المكان رصاص وبيتدرى منه. وبتروح اليسا تشوف فيه ايه، وبتلاقي واحد بيموت في الكل، وبتروح تاخد مسدس وبيكمل الراجل ده قتل في كل اللي هناك. وبتروح اليسا تضرب عليه بالمسدس لحد ما بيخلص منها، وبيروح الراجل عليها بس كريس بيدخل وبيضرب فيه، وبيكون باين ان الراجل ده قوي جدا، وبيوقع كريس على الارض، وكل حاجه كريس بيرميها عليه او بيضربه بيها بيصدها بايده المعدن، وبيمسك كريس يضربه وبيوقعه على الارض تاني. وبيروح يجري على اليسا، وبيروح كريس ليه تاني وبيرمي كريس على السلم وبيطلع عليها، بس كريس بياخده وبينط بيها في الشارع على العربيه، وبيقول لها كريس تهرب، وبيكمل عركه مع الراجل لحد ما صاحب المكان بيجيب رشاش وبيضرب عليهم، وبيجري كريس منه وبيخرج بره لحد ما السلاح بيخلص، وبيروح الراجل ده بيموته بالسكينه، وبيخرج بيلاقي كريس مستنيه وبيضربه وبيرميه على الارض تاني. وعربيه بتدخل في الراجل ده وبتكون اليسا، وبيقوم ياخدها كريس وبيجروا سوا، وبتساله اليسا مين ده؟ قال لها هو ما يعرفش بس هو ضربه كتير. وبتقول له اليسا شكرا عشان هو انقذها، بس بيقول لها ان هي اللي انقذته. وبيمشوا سوا، وبيقول لها ان فيسنتي مش زي ما هي مفكراه. قالت له ان هي مش غبيه وان هو بيحبها هي وامها. قال لها ان هو السبب في انه يتسجن 15 سنه وسرق امك مني، بس هي مش بتكون مصدقه اي حاجه. وبيقول لها لازم تهدى ولازم يشتروا لبس عشان يغيروا شكلهم ده. وبيروح الراجل المجنون ده يغسل نفسه، وبيقول لها كريس ان هم الثلاثه كانوا حراميه ومحدش فيهم اتصاب ابدا، وكانوا عاوزين يبطلوا، بس فيسنتي قال لهم ان ديت اخر مره ووافقوا. وبتقول له ريسا واتقبض عليكم؟ قال لها لا، المهمه كملت عادي وخرجوا معاهم فلوس كتير جدا. قالت له ازاي اتقبض عليك؟ قال لها ان هو عمل فخ ليه وساب ادله تخلي الشرطه تعرف توصل له. قالت له ده مش معناه ان هو قتل امها. وبيكون في 2 في عربيه تاكسي، وبيروح لهم الراجل المجنون ده وبيقول لهم انتوا بتقضوا وقت حلو؟ قال له السواق قال له ان هو عاوز العربيه بتاعته، بس بيضحك عليه وبيقول له يمشي من هنا، وبيقول له يكرر اللي بيقوله. وبينزل السواق بيقول له قلت لك تمشي من هنا، بس بيضرب فيه وبيوجه سلاح للتاني وبيسوق وبيجري. في واحده بتكون واقفه وبتتصدم، وبيكون كريس وإليسا قاعدين وبتسمع ناس بتغني معاهم، وبيقول لها كريس ان دي الاغنيه المفضله لامها، وبيقول لها ان هو اشترى العقد ده لامها وكان هديه منه، وبيقول لها ان الالماس بتقدر تقطع اي حاجه. وبتساله هو شافها تاني؟ قال لها ايوه، في يوم من الايام قالوا لي ان في حد جاله زياره وهو ما كانش بيجي له اي حد، وكانت امها، وقالت له ان هي اسفه وان فيسنتي كان السبب في كل ده، وان هي مش قادره تعيش معاه وهتاخد اليسا وتمشي. وبيقول لها كريس خلاك نوعدها ان لو حصل لها اي حاجه لازم يلاقي بنتهم. وبعدها ب3 أسابيع عرف ان هي ماتت، وبيوصل فيسنتي للمكان وبيلاقي الكل ميت، وبيشوف في الفيديو اللي حصل وبيلاقي الراجل المجنون ده وبيكون عارفه ومسميه الشيطان كمان. وبيحاول كريس وإليسا يفتحوا اي عربيه لحد ما واحده بتفتح معاهم وبيركبوها، وبيشوف كريس على الخريطه مكان المطار وبتقول له ان هي مش هتمشي. قال لها ان امها قالت له يوديها عند خالتها. قالت له خالتها كارولينا؟ قال لها ايوه. قالت له ان هي ما شافتهاش من وقت وهي طفله. قال لها وهي هتبقى في امان هناك. قالت له ايه اللي ياكد ان اللي بتقول ده حقيقه؟ وبتتخانق معاه وبتقول له ان هو مش مهتم بيها ولا باي حاجه، وبتخرج من العربيه وصاحب
العربيه بيكون رايح ليهم وبيثبتوا كريس بالمسدس وبيجري منه، وبتاخد اليسا العربيه وبتمشي وبيجري كريس وراها بس مش بيلحقها، وبيلاقي عربيه وبيجي يوقفها بس مش بتقف، وبيكون الراجل المجنون وراها وكريس بيروح جري وراهم، وبتروح اليسا تتكلم في التليفون بس بتلاقي الراجل المجنون ده جاي عليها وبتجري وبتفضل تخبط على اي باب عشان تدخل فيه بس محدش بيفتح، وبتكمل جري وبيروح كريس للمكان وبينادي عليها وبتكون مستخبيه وبتطلع تضرب الراجل بس بيزقها في الحيطه وبيقول لها تاكل تفاح بس بتقول له ان هي مش بتحبه، وبيقول لها تاخد قطمه واحده وبتاخد قطمه وبترمي التفاحه عليه وبتجري، وبيوصل لها كريس وبيقول لها توطي وبيضربوا على بعضهم نار، وبيستخبى كريس وبيطلع بيلاقيه موجه مسدس على دماغ اليسا وبيقول له يرمي المسدس او هيموتها بس بيرميه، وبيقول له يقرب وينام على الارض، وبينزل على الارض وبيحط ايده ورا ظهره وبيربط ايد اليسا في العربيه وايد كريس برضه وبيضرب فيه وبيقول له هو مين، كريس بيقول له انت اللي مين، وبيفضل الراجل المجنون ده يساله ويضرب فيه لحد ما اليسا بتقول له ان هو ابوها الحقيقي، وبيضربه وبيغمى عليه وبيكون معلق على الشجره واقف على كاوتش. بيروح لفيسنتي وبيقول له ان المفروض كان يقتله وقتها بس قال له كريس ان هو هيحتاجه عشان هما الاتنين عاوزين يرجعوا اليسا، وبيقول له ان هي مش بنته وهو اللي رباها، وبيحرك الكاوتش من تحته وبيكون كريس بيموت بس قال لهم ينزلوه، وبيضرب فيسنتي ورجالته بيضربوه وبيقول له ان هو خدها منه، قال له ان هم كان اي حاجه عاوزينها بياخدوها وان هو كان عاوزها فخدها منه، وبيكلموا الراجل المجنون وبيقول له فاكر انت كنت عاوز تموتني فين، وبيقول له يشكر ايده اليمين عشان هو اللي عرفه كل حاجه، وبيقتل الراجل بتاعه بعد ما عرف ان هو خانه، وبيقول للسواق ياخده من المصنع القديم، وبيقول له كريس هو مين ده، قال له ده قاتل مأجور بس هو كان دايما بيتجاوز اللي مطلوب منه، وخدروه وخدوه لمكان حراسه في عاليه وكان عايز يموته بس لما وصل لقى كل اللي هناك ميت وايده كانت مقطوعه عشان هما كلبشوا ايد واحده بس فقطعها عشان يعرف يخرج، وهو اسطوره دلوقتي واسمه الشيطان الذي لا يموت ويلسن معاه بسببك، وبيوصلوا للمكان وبيقول له كريس ايه الخطه، قال له ان هو مش عارف انك جاي وزي ما احنا كنا بنعمل قبل كده، وبيمشوا وبيروح كريس من اتجاه تاني وبيمشي في سنتي وبيلاقي كل اللي كان معاه واقع ميت والتاني بيكون مشنوق، وبيجي الراجل دوت من وراه وبياخده يوديه لإليسا وبيكون رابط ايديها وبيسيب له منشار وبيشغل السير، وبيشوف كريس وبيضرب نار عليه وبيضرب في سنتي على اول السير، وبيجري كريس من الرصاص وبيحاول في سنتي يوقف سير بس من غير اي نتيجه، وبيظهر كريس للمجنون وبيضرب فيه وبيكون المجنون قوي كالعاده وبيضربه كريس وبيقول له انت فاكر ان في سنتي قتلها بس هم اجروني عشان اموتها، وكريس بيضرب فيه كتير بس بيوقعه تاني وبيقوم يضربه تاني وبيوقعه كريس المره دي، وبيجري على فوق وبيلاقي ورا برضه وبيضربوا بعضهم تاني، وكريس بيسيطر عليه المره دي وبيمسك دراعه وبيشيل ايد من مكانها بس بيلاقي تحتها سكينه وبيتصدم كريس وبيجري على فوق عشان يلحق اليسا، وبيطلع المجنون وراه برضه وبيكملوا ضرب بعضهم وبيجري كريس منه وبيطلع وراه وبتقول اليسا لكريس يساعدها، وبيضربوا المجنون بالسكينه وبيقع على الارض، وبيمسك في سنتي وبيقول لها اللي حصل، وبيقول لها في سنتي ان هو كان لازم يوقف امها عشان كانت هتبعد عنه واجروا المجنون ده عشان يموتها، وبتكون اليسا على اول حاجه خلاص في السير وهتقع بس كريس بيقول لها الالماس، وبترمي الطوق والمكنه بتبوظ وبياخدها من على السير بس كريس بيلحقها وبيضرب فيه وبيكون هيوقع كريس بس في سنتي بيجيب المنشار وبيضربه فيه وبيمسك في سنتي وبينطوا هما الاتنين من فوق على الارض وبيموتوا، وبتروح تطمن على كريس وبتقعد تعيط وبيقول لها ان هو اسف، وبتروح اليسا على قبر امها وكريس بيروح وراها وبتقول له اليسا ان هو وفى بوعده ليها. وبكده يكون فيلمنا خلص، ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عايز نتكلم عن اي فيلم اكتب لي تحت في الكومنتات، وبس كده اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.